البلدية ما جتنا أبد من أي جهة، بس من عندكم جت البلدية وجاي يسوون الشارع، بس احفظ الاسم مال البلدية، يسوون التيكلة بالقرية حتى بالشتاء ما نقدر نعبر من الوحل من مطر. هسه راح يسوونها ينعبر سيارة تروح على الشارع تطلع من القرية ترجع عادي. ونشكر البلدية تعاونوا معانا وسووا خوش طريقة. ما حجانا غير البلدية مالكم. هاي الجاليات كلها حدودية، القرى الحدودية كلها ما جاها بلدية. نحن نتشكر من بلدية خانصور بلدية الشعب على هذا التبليط مال الشارع التيكلة، وجو بادروا بالمبادرة الزينة يعني بالشتاء كنا متأذين من الوحل من يعني الطلعة مال السيارات يعني صعبة. هسه زينة ونتشكرهم احنا على هذا الإنجاز، ونتمنى منهم هم يعني عمل النوب يعني ينظفون القرية يعني مثل ما يشوفون احنا وضعيتنا شلون ويشوفون قدامهم. نتشكر منهم على هذا العمل ونطلب منهم يعني يبادرون بعمل النوب يعني الشيء يطلع بيدهم، لان احنا ما حجانا وما حد وصلنا من البلديات الاخرى يعني لا قبل ولا هسه يعني ما عدا بلديه الشعب بلديه خانصور هي اللي جتنا وبادرت هاي المبادره الطيبه ونتشكر منها. طبعا بلديه الشعب في خانصور احنا حاليا نشتغل قرية المشرف مثل ما تشوفون قدامكم، قاعد نبلط لها الطرق لانهم ايام الشتاء والمطر ما يقدروا يتحركون، فاحنا حاليا نشتغل لهم هذا الطريق. هذا الطريق يطلع 800 متر ونشيل الانقاذ هاي بالقرية راح كلها نشيلها ان شاء الله. واحنا ما شفنا انه بلدية قبل هالمرة جت اشتغلت بهاي المنطقة، فاحنا راح نشتغل هاي القرية ومستمرين على باقي القرى. عندنا 20 قرية ما يقارب 30 كيلومتر هذه تيكلات كلها راح ان شاء الله نشتغلها. والفضل البلدية خانصور بلدية الشعب في خانصور، وان شاء الله مستمرين بالعمل.